السلام عليكم. اليوم إن شاء الله سوف أشارك معكم نهاية تجربة الفقاصة التي شاركتها معكم في أحد الفيديوهات. شاركت معكم ثمنها وثمن الأجهزة التي استعملتها فيها. ولله الحمد، يعني كانت النتيجة فيها جد مرضية. من أصل 51 بيضة، فقست لنا 42 بيضة، أي بمعنى 9 بيضات لم تفقس، 9 بيضات مخصبة ولم تفقس. والنتيجة بالنسبة لي يعني جد مرضية ولله الحمد. مع العلم أن هذا بيض، يعني بيض لدجاج صغير العمر، أو كما نقول له بالدارجة عتشوقة. وهو في الغالب يعني تكون يعني نسبة الفقس فيه ضعيفة شيئا ما. ولكن والحمد لله فقس. وكما تشاهدون نتيجة جد مرضية، كتاكيت نشطة ومرحة، تتحرك يعني بنشاط ولله الحمد. كما ترون البيض الذي لم يفقس، ها هو 9 بيضات، 9 بيضات. والكتاكيت أمامكم كما تشاهدون ولله الحمد. والتجربة يعني الفقاصة لها فيديو كامل عنها وشرح عنها، لمن أراد أن يصنع مثلها أو أراد يعني بعض المعلومات عنها، فمرحبا به. مرحبا بتساؤلاتكم في التعليقات. سوف نأخذ الكتاكيت إلى الحاضنة، وسوف أشارك معكم إن شاء الله العملية كاملة. كما تشاهدون معي، هذه هي الحاضنة، حاضنة بسيطة وبإمكانيات جد جد بسيطة. الكل يستطيع يعني عمل مثل هذه الحاضنة، يعني مجرد بلاستيك كيفما كان، أسود أو أبيض. كل ما كانت الحاضنة صغيرة كل ما استطعت التحكم في درجة حرارتها. المهم أنا أستعمل هذا السخان الكهربائي، وهو يعمل بشكل جيد، ويستطيع تدفئة هذه الحجرة الصغيرة لدرجة ممتازة. يعني تصل درجة الحرارة في هذه الغرفة الصغيرة إلى 32 و 33 درجة مئوية. لهذا فالكتاكيت دائما ولله الحمد يعني تكون جيدة وتنمو بشكل جيد، كما شاهدتم معي في التجربة السابقة. هذه هي التجربة الثانية إن شاء الله. وهذا بيض يعني من إنتاج دجاجات عندي، دجاجات خليط السلالات، الخليط الذي يتكون من سلالة ليجورن، وسلالة الأندلسي، وسلالة البليموت روك، وسلالة ليجورن الذهبي، ليجورن الذهبي. وهي سلالات بياضة بامتياز. كما تشاهدون أنا أستعمل هذه العلافات الطولية. أفضل استعمالها لأنها لا تضيع العلف، يعني تكون جيدة. ومن الأحسن أن يتعلم الكتكوت الأكل من البداية من العلافة لكي يتعود على الأكل منها. أنا أفضلها. بعض الإخوان يستعملون ورق الجرائد، أو ورق أو أكياس العلف، يضعونها ويضعون فوقها العلف ويضعون فوقه الكتاكيت لكي يعني يجدوا سهولة في تناول العلف. ولكن أنا أفضل يعني هذه الطريقة، شرط أن يكون العلف قريب من التدفئة، وأن يكون المكان الذي سوف تضع فيه الكتاكيت صغير على حسب عدد الكتاكيت. مثلا أنا هنا لدي 42 كتكوتا، أقوم بإحاطتهم بصناديق الفقاصة، وأترك لهم حوالي متر أو متر ونصف مربع حتى يتعلموا الأكل ويعرفوا مكان الحرارة أو مصدر الحرارة لكي يلتجئوا له عندما يحسون بالبرد. وهكذا أبدأ بتوسيع المكان تدريجيا. أقوم بتوسيع المكان أو الحاضنة الصغيرة تدريجيا إلى أن أفتح لهم المجال للحاضنة كاملة كما رأيتموها.
يعني أقوم بفتح بإزالة الصناديق وأتركهم يعني في الحاضنة كاملة. وسوف ترون هذا معي يعني في الحلقات القادمة إن شاء الله. كما العادة سوف أتابع معكم مراحل تربية هذا الكتكوت من اليوم يعني اليوم الأول له، اليوم الأول في هذه الحاضنة. وعمره الآن تقريبا حوالي 3 أيام، لأنه بدأ الفقس منذ 3 أيام، وآخر كتكوت فقس اليوم. وكما ترون الكتاكيت يعني بدأت تنشط وبدأت تبحث عن الأكل. أما بخصوص المقارنة التي كنت قد وعدتكم أني سأقوم بها يعني حول كتاكيت الفقاسة وكتاكيت التحضين التقليدي أو تحضين الدجاجة، فبالنسبة لي لم أجد فرقا. يعني نسبة النمو عند الكتاكيت التي يعني تخرج من الفقاصة نمت عندي أحسن من الكتاكيت يعني التي فقست تحت الدجاجة، وذلك راجع لدرجة الحرارة التي توفرها لهم، والأعلاف يعني المتوفرة أمامهم باستمرار يعني مدة 24 ساعة على 24 ساعة. ولهذا فإن الكتاكيت التي تكون في الحاضنة يكون نموها جيد، وتكون أيضا مناعتها جيدة إذا قمت بتربيتها بطريقة صحيحة. والفيديوهات يعني السابقة في التربية السابقة في الدورة السابقة خير دليل على ذلك. ولله الحمد. يعني في قبل نهاية الدورة، نصف نهاية الدورة، وزننا الكتاكيت ووجدنا أوزانها تتراوح ما بين كيلو و80 غراما وكيلو و70 غراما، يعني أوزان جيدة في مدة شهرين 60 يوما. لمن أراد يعني أن يطلع على الفيديو سوف يجده في صندوق الوصف. أتمنى أن أكون قد أفدتكم في هذا الفيديو، وسوف يعني تكون لهذا الفيديو فيديوهات أخرى مكملة له يعني طول مرحلة التربية إن شاء الله. لمن أراد أن يتابع إن شاء الله مراحل نمو هذا الكتكوت فليتفضل بالاشتراك في القناة. ومرحبا بكم، مرحبا بتساؤلاتكم في التعليقات، وأنا أجيب على كل التساؤلات وكل التعليقات. تحياتي لكم، وأتمنى النجاح لكل مربي، وبالتوفيق، والسلام عليكم.